طيب، حاجة حبيت أنوه عليها قبل ما نبتدي هي إن الكلام اللي في الفيديو ده مش قرآن، بمعنى إنك لو ما مشيتش عليه بالظبط أو لو ما طبقتوش ما تحسش إنك يعني بني آدم وحش ولا ناقص تربية. لا، بشارك معاك اللي أنا هعمله خلال السنة دي إن شاء الله. أنت حابب تستفيد منه كان بها، حاسس إنه مش مفيد بالنسبة لك عادي خالص. أنا مؤمن بإنه مفيش حاجة تنطبق على كل الناس 100%. كل واحد ليه مساره وليه حياته وليه طريقته. فما يعني ما تعتبرش ده بريشر عليك او انه لا لازم اعمل كذا، لا نهائي نهائي. وانا اصلا ما بحبش النوعيه دي من الفيديوهات اللي هي يقول لك الحل السريع لكل مشاكلك، الخطه العمليه لتظبيط حياتك. ما فيش حاجه زي كده. صباح الخير، اول نهار في 2026. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اجعله عام سعيد على كل اللي بيسمع. هدوء تام، غير امبارح خالص. امبارح كان في معركة هنا. نفتح الشباك. العكس. المنظر كالعادة، أظن إن انتوا حفظتوه من الفلوجز اللي فاتت أصلا. نفتح الشباك شوية، ندخل شوية هوا، ونبدأ السنة بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في أول يوم في 2026. طبعا حضرت أول فطار في 2026، أول كوباية شاي في 2026، وده أول فيديو في 2026. هو طبعا هينزل بعدين، هو مش هينزل في أول يوم هكذا يعني، هو كل يوم بينزل فلوج اليوم اللي قبله، ولكن مش مهم، مش ده موضوعنا. موضوعنا إنه أول حاجة كل سنة وأنت طيب، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليك ويفرج كرب أهلنا في غزة والسودان وكل بلاد المسلمين. ثانيا، ازاي بقى تبتدي السنة بداية صح؟ أول حاجة خلينا نشرب شاي كده، انت ابتديت بداية صح. لا، خلينا نتكلم جد. أحب أحييك جدا على اختياراتك. انت جاي تاخد نصيحة من واحد لابس بيجامة قاعد جنبه مروحة وبيشرب شاي، فأشكرك جدا على هذه الثقة الغالية اللي بإذن الله مش هضيعها. بس زي ما اتفقنا قبل كده في طبيعة الفلوجز دي، إنها فلوجز عادية حقيقية، أنت كأنك عايش معايا. فأنا الصراحة مش هلبس لك حاجة مخصوص يعني، أنت قاعد معايا في البيت. فاحنا قاعدين قعدة صحاب عادي. نخش بقى في الموضوع على طول. دي مجرد جايد لاينز أو خطوات أنا حطيتها لنفسي، اني انا باذن الله امشي عليها السنه دي واحاول اظبطها. فاول حاجه ناوي اعملها اني اراجع علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. انا السنه اللي فاتت قصرت كتير جدا صراحه في حاجات كتير. بعض الصلوات للاسف ما صليتهاش في مواعيدها. القران برضو كنت اون اند اوف، كنت يعني احيانا احيانا لا. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه صراحه. الواحد دايما بيجي على نهايه السنه يبص هو حقق بروجرس قد ايه في شغله، حقق بروجرس قد ايه في باقي جوانب الحياة. بس أظن إنه من أهم الجوانب اللي لازم تتراجع برضو علاقة الواحد بربنا، لأن الكور أو الأساس بتاع وجودنا في هذه الحياة حسب مفهومنا طبعا كمسلمين هو إن إحنا جايين نعبد ربنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فده أساس الحياة. اللي باقي الحاجات اللي حواليه distractions. وحاجة برضو حابب أنبه عليها إنه مفهوم العبادات لا ينحصر بس في الفروض الأساسية، دي كده كده موجودة، اللي هو الصلاة، الصيام، قراءة القرآن. عبادة في كل جوانب الحياة. طلب العلم والتعليم عبادة، إتقان العمل عبادة، معاملة الناس بشكل كويس عبادة. فتقريبا كل حاجة في الحياة، فكرة إنك تعيش حياتك دي في حد ذاتها عبادة. اللي بيفرق بس هي النية، إنك أنت ناوي يعني هخصص السنة دي لله سبحانه وتعالى، بخيرها ربنا يديني عليه حسنات، وبشرها انه ربنا يغفره لي ان شاء الله. فدي اول حاجه حبيت اقولها، انه اراجع علاقتي بربنا لاني حاسس بتقصير كبير جدا صراحه. تاني حاجه، وهي حاجه صراحه عملتها السنتين اللي فاتوا ونفعت معايا جدا وناوي اكررها السنه دي باذن الله، وهي اني هحدد اهداف بسيطه خالص، ماكسيموم 3 اهداف على مدار السنه كلها اشتغل عليهم، عشان
قبل كده مثلا زمان كنت احدد اهداف كبيره وطموحات، وانا مش عارف هبتدي البيزنس بتاعي مش عارف ازاي، وهبيع مش عارف ايه، او ان انا مثلا هسافر كام دوله، او ان انا هعمل وهعمل وهعمل، وفي الاخر ما بعملش. او مثلا اجتهد جامد جدا واحط على نفسي في بدايه السنه، واجي على شهر 3 مثلا بيرن اوت وطاقتي تنزل وما كملش باقي السنه، وبعدين ما احققش حاجه واحبط، وهكذا والسايكل بقى تمشي، واقول طيب نعوض السنه الجايه ان شاء الله. فما حبيتش اكرر حاجه زي كده، فبدات اني احدد 3 اهداف في جوانب انا حاسس ان عندي مثلا نقص فيها، او جوانب حابب اني اطورها. كمثال انا هدفي السنه دي 3 حاجات: الجانب الصحي والرياضي، الجانب الديني والروحي، والجانب الوظيفي المتعلق بالكارير. فمثلا في الجانب الديني انا بحاول التزم بكل الصلوات في مواعيدها، اني احافظ على ورد ثابت يومي على الاقل ربع، واني اصلي ركعتين قيام. ده هدفي بالنسبه للسنه في الجانب الديني. نيجي للجانب الرياضي. الجانب الرياضي انا برضو للاسف قصرت فيه جامد السنه اللي فاتت، بسبب طبعا خليت كل مشاغل الحياه تشغلني عنه شويه. ما كنتش بتمرن او بعمل رياضه بشكل منتظم، في حين ان انا دلوقتي في احوج ما يكون ليها. عشان كده قررت باذن الله السنه دي هبتدي اديفلوب هابت الجري، ان انا احدد وقت لنفسي 4 ايام في الاسبوع على الاقل اني اجري بشكل منتظم. وهنا صراحه الاجواء هنا والمدينه تشجع جدا على حاجه زي كده. ثالث حاجه في جانب الكارير او التطور الوظيفي، اني اخلص درجه الماجستير باذن الله. فدي الاهداف المينيموم اللي انا هفضل شغال عليها طول السنه. زدت على كده خير وبركه، حققتهم هم بس فكده ممتاز، وهدي لنفسي فول مارك صراحه. ودايما بحب احط في بالي انه قليل دائم خير من كثير منقطع، وانه كل حاجه بتبدا خطوه خطوه. وزي ما بيقولوا برضو بالانجليزي اللي هو Rome wasn't built in one day، يعني روما لم تبنى في يوم واحد. ف واحده واحده كده. طيب الاجواء باين عليها لطيفه، فانا حابب صراحه اخرج اتمشى شويه ونكمل كلامنا في الطريق. يلا بينا. بالمناسبة نسيت أوريكم أبديت مهم جدا، وهو إني معايا ترايبود، والسنة الجديدة بقى هدلعكم سينماتيك شوتس. بسم الله توكلنا على الله. Let's go. على طول البرد هوب ضربنا في وشنا. يلا بسم الله. بس شوية هوا منعش بصراحة. الواحد لازم كل فترة كده يطلع برا البيت. هو الجو صراحة ما يشجعش انك تطلع برا البيت، بس يستحسن ان الواحد يطلع برا البيت عشان خاطر ما يجيلوش اكتئاب وما يفضلش منعزل كده. يطلع برا شوية يشم هوا. بس آثار المعارك بتاعت امبارح كل دي ألعاب نارية، شماريخ فاضية. مدينة كلها آثار ألعاب نارية ما شاء الله. بومب وصواريخ، يعني تقريبا طلع موضوع عالمي ده بتاع البومب والصواريخ انه في كل الأعياد، مش بس احنا واحنا صغيرين اللي كنا بنعمل كده، لا ده في العالم كله، هي لغة مشتركة للاحتفال. طيب من الحاجات اللي ساعدتني كتير قوي السنة اللي فاتت على التركيز وعدم التشتت، وهو طبعا من مشاكل العصر اللي كلنا عارفينها كده كده، هو اني قفلت الاشعارات او النوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل. الموضوع ده انا مهما قلت عليه مش هوفيه اهميته، مريح جدا، بيخليك فعلا تساعد على التركيز. وفي بعض الدراسات تقول ان حصل ارتباط شرطي بين الضغط النفسي وصوت الاشعارات عند بعض الناس، بمجرد ما بقى بيسمع صوت الاشعار بقى يعني يحس باحساس او جسمه يفرز كورتيزول. فاقفل الاشعارات وزود التركيز. بص، مهما كان درجة انشغالك، اللي عايزك يتصل بيك. في البداية ممكن بعض الناس تستغرب انك مش بترد بسرعة مثلا او كده، ولكن مع الوقت بتبتدي الناس تتعود. انا خلاص كل اصحابي اتعودوا،
اي حد عايزني يتصل عليا. المسجز برد عليها وقت ما احب، وقت بقى ما افتح الابلكيشن واشوف كده مثلا الابديت، ممكن ساعتها ارد. خلاص كله بيتعود على السيستم ده، حتى في الشغل نفس الشيء. مفيش شمس خالص، ولكن انا شخصيا بحب الاجواء دي. نيجي للنصيحة اللي بعد كده، وهي مرتبطة جدا صراحة باللي قبلها، وهي أنا عملت لنفسي معادلة إني أبقى كرييتور مور ذان كونسيومر. بمعنى إني أحاول أعمل كونتنت أو فيديوز أكتر ما بستهلك. لأن أنا السنين اللي فاتت دي كلها أنا بحب جدا أتابع الكونتنت سواء على يوتيوب أو غيره، ولكن كنت قليل ما بقعد واشتغل انا واعمل حاجه، وانا صراحه بحب اعمل حاجات زي كده. وكل يوم بقى كل ما كونسيوم اكتر، كل ما الطاقه بتاعتي تقل في ان انا اعمل حاجه. فلذلك قررت لا، اعمل حاجه وبعدين كونسيوم، وكمان كونسيوم او استهلك بايه، تارجتد كونسيومينج، يعني استهلك بطريقه مركزه، انه احدد انا عايز اتفرج على ايه ومش عايز اتفرج على ايه. ابتدي ابقى مور اوير للي انا بستهلكه، عشان ده بيأثر عليا بشكل غير مباشر وبشكل انا ممكن ما لاحظوش، ولكن على المدى البعيد بيتراكم وبيبتدي يأثر. فأعمل رسمة، أعمل فيديو، أطلع أصور، أحاول أنتج أي حاجة بدل ما بس أستهلك، وخصوصا على السوشيال ميديا. نصيحة كمان عايز أقولها لك، وربما تكون غريبة عليك شوية، هي إنك لازم تنام. من قريب أدركت إن النوم مهم جدا 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 فوق ما تتخيل، وهو أساس كل حاجة. يعني رياضة بدون نوم ما ينفعش، شغل بدون نوم ما ينفعش، فالنوم أساسي جدا عشان الواحد يعرف يشحن طاقته. باختصار كده، هتعرف تظبط نومك هتعرف تظبط حياتك. عجل زيادة كمان. آخر حاجة حابب أقولها هي الواحد يقدر النعم اللي حواليه. فكرة إن أهلي لسه حواليا موجودين وبصحة الحمد لله، فكرة إني قادر إني أكفي احتياجاتي الحمد لله، فكرة إن عندي أصدقاء كويسين الحمد لله، فكرة إني قادر أعمل الفيديوهات دي في حد ذاتها الحمد لله. فالحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا على كل النعم. الواحد أحيانا كتير بياخد الحاجات دي فور جرانتد، أو بياخدها كأنها مضمونة خلاص، يعني عمرها ما هتروح، وبعدين يدرك قيمتها بعد ما تروح، خصوصا بعد ما بتشوف معاناة أهلنا في غزة وفي السودان في كل الأماكن دي. فبتدرك قد إيه حاجات بسيطة خالص إحنا بنعتبرها أساسيات يومية هم مش قادرين يوفروها. ده يخليك تنظر بأمل وتفاؤل وتحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني أنت لو قاعد في بيئة آمنة، عندك اللي مكفيك، قادر تاكل وتعيش، عندك مأوى، مش بايت في الشارع، فبس انت عايز ايه تاني من الدنيا؟ عشان على السوشيال ميديا في موجة من التوكسيك بوزيتيفيتي كده، اللي هو فكرة انه قوم اتحرك، انت اللي انت بتعمله مش كفاية، انت حياتك مش كفاية، انت ما عندكش بيزنس مش عارف بيجيب لك كام، انت ما بتدخلش مش عارف كام في الشهر. يعني الطموح كويس والسعي كويس، ولكن ما يتحولش الموضوع ده الى هوس والى احساس بالفشل، في حين انه لا، انت ممكن تكون عايش حياتك عادي طبيعي كما ينبغي ان يكون. مش لازم كل الناس يبقى عندها بيزنس، مش لازم كل الناس تبقى فتنس جوروز. يعني الواحد يحمد ربنا على النعم اللي حواليه ويجتهد في الاسباب اللي في ايديه، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. يكون فيديو مفيد ليك، عشان ده الغرض منه صراحة. انا مش حابب ان انا يعني ابقى بعمل كونتنت فارغ ما فيهوش فايدة